مشاهدينا أهلا بكم استكمالا للحلقة السابقة في علم الفلك. في الحلقة السابقة ناقشنا شرعية التنجيم في الإسلام، كما عرضنا لحضراتكم بعض التوقعات الجديدة التي أثارت الجدل حول هذه التوقعات من الناحية الدينية. واليوم نستكمل باقي التوقعات مع الشيخ الداعي الإسلامي الشيخ محمد محرم. أهلا بك معالي الشيخ. ومع الدكتور العالم الفلكي الدكتور أحمد شاهين عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين. أهلا بحضرتك يا دكتور أحمد، منورنا وشرفنا طبعا. اليوم نستكمل الحلقة من عنوان التنجيم والتوقعات مع الضيوف. هنطلع فاصل سريعا، انتظرونا بعد الفاصل من برنامج أحداث الساعة. ورجعنا لكم بعد الفاصل سريعا من برنامج أحداث الساعة مع الضيوف. دكتور أحمد، يعني هنستأذن الدكتور محمد وهو على يميني، وهنحاول ان احنا نناقش مع الدكتور احمد العالم الفلكي، لان في الحلقه السابقه كنا بنتكلم عن موضوع الكابتن احمد شوبير. ممكن تعرفنا ايه القصه مع الكابتن احمد شوبير؟ الاول بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بفضيله الداعي الاسلامي الشيخ محمد محرم، برحب بالدكتور هاني منورين بتاع برنامج احداث الساعه. تحديدا بخصوص نقطة الكابتن الإعلامي أحمد شوبير، أنا طبعا بتوقع نهاية كل عام في تصدير توقعات العام الجديد لمشاهير، ما بتوقعش سياسيا فقط، بتوقع توقعات سياسية، فنية، سياسية، رياضية، اجتماعية، اقتصادية إلى آخره. من ضمن المشاهير كل سنة بشوف الناس اللي لهم حاجة مميزة السنة دي سواء بالسلب أو بالإيجاب. ما كانش أحمد شوبير قبل كده، لكن وأنا بصدر توقعات العام 2016 ظهر لي من الهيئة الفلكية لميلاد الكابتن أحمد شوبير. طبعا أنا عندي بيانات جميع الفنانين والمشاهير السابقين والحاليين. بني اللي هو في بعض الفضائح التي ستطال الإعلامي الكابتن أحمد شوبير العام الجديد، سيترك صدى البلد، فضائح تطال بعض الحياة الشخصية، فضائح تطال يعني حاجات تخص يعني في الحلقة السابقة كنت بتتكلم مع حضرتك يا دكتور أحمد تقول إن هيسيب صدى البلد وهيتحبس. طبعا هي دي معلومات ولا توقعات؟ لا توقعات. انا قلت في بدايه كلامي في معرض كلامي توقعات فلكيه من الهيئه الفلكيه للشخص. في ناس كتير مش متخيل علم الفلك ممكن يستشف ويتنبأ باحداث. طبعا احنا لينا كل الاحترام والرد للكابتن احمد شوبير طبعا لكن هو زود الموضوع، دي مجرد توقعات وهتصدق ان شاء الله، لكن هو اخذها على محمل شخصي. ما في ناس كتير اتكلمت عنهم، وطبعا طلع في برنامجه على احد الفضائيات اللي هو بيطلع عليها، برنامجه مخصوص خصص فقرات خلال 3-4 حلقات، اضافه للفيديو الخاص للموقع الالكتروني الخاص باحد الجرائد الكبرى، وهاجم احمد شاهين احمد شاهين كذا، وبيدعي على الرئيس السيسي. يعني اخذ العمليه بعمليه اكنها تصفيه حسابات، جابها من معرض تاني. ما قالش احمد شاهين على الفضايح، وان كان قالها بعد كده قال احمد شاهين قال ان انا هسيب صدى البلد، احمد شاهين مش عارف يعمل ايه. طبعا هاجمني من ناحيه بيحاور اجهزه الدوله عليا، بلال النائب العام ده احمد شاهين بيتوقع تفجيرات، يعني هو بيتوقع بلاغات للنائب العام، احمد شاهين بيتوقع اغتيال السيسي، احمد شاهين وجاب الفيديوهات والتوقعات اللي نشرها في الجرائد. طبعا ده عامل نشر اكبر. يعني طبعا هو قدم تحريض، اولا ممكن يكون قانونا يعاقب. قدم تحريض من انهي زاويه؟ من زاويه اولا يعاقب ولا قدم تحريض ولا هو بيحرض عليك؟ يعني احنا خلال الحلقه والناس كلها شافتها، حرض المحامين، قال يا جماعه يا محامين كل واحد. ما عملتش بلاغ ليه؟ كل واحد شايف كل واحد يطلع ورقه وقلم ويقدم بلاغ في احمد شاهين. تحريض اولا ده اللي يعاقب عليه القانون، ثانيا سبني وقذفني دون ادله او سند قانوني، مجرد اشاعات كلام، وهذا يعاقب عليه القانون. ثالثا كنت ممكن نتخذ اجراءات، لكن يعني زي ما تقول ما رضيتش اصعد الموضوع، لان انا عارف ان دي فقاعه يعني او زوبعه في فنجان. وبالفعل
طبعا انا سبت الموضوع هنا خالص لان دي توقعات. يعني الكابتن احمد شوبير له كل الاحترام ولا كل التقدير ولا حق الرد. يعني انت بتقول ان هو حرض، انت لما شفت الموضوع من زاويه هو اخده من ناحيه انت ما عملتش بلاغه من زاويه كشخصيه عامه بتوقع له، هو اخدها من زاويه حسابات شخصيه. حضرتك انت بتقول لو انا اخدتها زيه بنفس منظور تصفيه حسابات كنت قدمت بلاغ النائب العام وكنت بهدلته، لان اولا سبق انا ما غلطتش فيه، انا بقول توقعات. وبالفعل اجى العام 2016 لقينا مع الكابتن مجدي عبد الغني فضح مع خالد البندور هيسيب صدر البلد زي ما قلت، اضافه لبعض المعاملات، يعني مش عايز اتكلم عشان ما ابقاش زيه، بعض المعاملات مع احد، الكلام ده ظهر 2016 بعد ما توقعت له، مع احد الاثرياء العرب، حاجه خاصه بفلوس وكده يعني. فالعام 2016 كبير انا سايب توقعات. يعني هو خدها من الزاويه الشخصيه؟ ما بالظبط. ايه مشكله الدكتور احمد شاهين مع النجم خالد الصاوي؟ ما هقول لحضرتك حاجه، حضرتك بتقول انت هل دي توقعات؟ هي مشكله شخصيه؟ ما انا هوضح لحضرتك، بس انا بقول لحضرتك ايه، انا ما باخدتش الموضوع مع الكابتن احمد شوبير من ناحيه تصفيه حسابات، بس انا خليت وهخلي توقعاتي اللي تتكلم عني، فده ابلغ دليل، لكن اخش في محاكمه قضيه دي مش هو عايز كده. ومشاكلك مع النجم خالد الصاوي؟ مش مشاكل برضه، نفس الحكايه، انا توقعت الفنانين في مصر ولبنان ده كنت يعني هناك في جدل واسع بيقول ان في مشاكل بين الدكتور احمد شاهين والنجم خالد الصاوي. نفس الحكايه، انا توقعت المشاهير ما حدش رد الا كابتن احمد شوبير، نفس الحكايه مع الفنانين، توقعت الفنانين كتير، منهم اللي ماتوا ومنهم اللي لسه يعني ربنا يديهم ما حدش يتمنى، لكن دي توقعاتي وستصدق باذن الله. لكن اللي تصدر مين؟ خالد الصاوي، نفس احمد شوبير هو اللي تصدر، فهو تصدر لانه خوف رعب او قلق. ازاي؟ ليه بقى؟ ليه؟ يعني المواقع الكبرى نشرت النقطه دي والكلام ده صحيح، يعني CNN وروسيا توداي نشرتها ان خالد الصاوي هو اللي تصدر لان احمد شاهين توقع وفيات كان منهم، والنجم خالد الصاوي لا حق الرد ولا كل الاحترام. النقطه بقى اللي جابتها روسيا توداي والCNN قالت لك خالد الصاوي هو اللي تصدر لمهاجمه احمد شاهين لانه توقع من ضمن الوفيات اللي ماتت خالد صالح، وخالد صالح كان الانتيم، انت توقعت خالد صالح هو في الوفاه، الانتيم بتاع خالد الصاوي، قال لك بس بدل ده مات انتيمي يبقى ماشيين حمله على احمد شاهين، وده فعلا جابوها صح. فهو عشان كده هو اللي تصدر، لان خالد صالح انتيم انا توقعت له الوفاه، اضافه لمين؟ المهندس سعيد صالح صباح الى اخره، وبالفعل حدث. طيب ما هي احدث التوقعات التي ينفرد بها برنامج احداث الساعه مع الدكتور احمد شاهين العالم الفلكي في البرنامج؟ احداث تحدث قريبا، متوقع مظاهرات عريمه في مصر، المظاهرات قربت جدا، مظاهرات عريمه، في مظاهرات عريمه في اقتحامات للسجون. خلي بالك انت بتتكلم في حاجه، يعني البلد مش في حمل اللي انت بتقوله ده دكتور احمد، وعلى مسؤوليتك اللي انت بتقوله ده. دايما كلامي من السنه اللي فاتت ما هو الهجوم على احمد شاهين والسبوت عليه، ليه؟ انا الوحيد على مستوى العالم كفلكي. طب ما في ناس بتقول ان انت عميل لبعض الاجهزه الاجنبيه، اللي يقول ما انت بتقول كلام برضه، يعني كلام يعني احرص على ما ينفعش. ايه الاستدلال على الكلام اللي انت بتقوله؟ الهيئه الفلكيه من الهيئه الفلكيه لبلاد مصر، اصل انت بتقول في مظاهرات عريمه وكلام من ده، انت كده بتعمل بلبله في الشارع. انا لما بتكلم من الهيئه الفلكيه لبلاد مصر في حاجه اسمها كوكب بلوتو بيدل على المظاهرات، لما يتواجد انا هقول بقى التفاصيل، كنت بنشر تفاصيل الناس يقول لك مش فاهمين، فانا ما فيش فلك في العالم بينشر تفاصيل، بس انا بقول اهو الهيئه الفلكيه لبلاد مصر 2016 في كوكب بلوتو بيدل على المظاهرات والتحول الجذري والانقلابات، ما هو تواجد في البيت الاولاني كان 2016 طلع مصر، البيت الاولاني بيت الشعب ده اللي فيه انقلاب هيحصل، فانا في دلالات فلكيه الى اخره، مش عايز اخش في تفاصيل الناس، بس انا عندي دلالات فلكيه لا استعمل لاحد، ما بحللش، ما بقراش بين السطور، ما بقراش سياسيا، والا زمان كنت اعظم محلل سياسي في العالم يعني. طب ما تيجي اللي انت بتقوله ده كلام خطير جدا، نسال لسه ما كملتش كلام، نسال الشيخ محمد على اكمل. هي المظاهرات العارمه وفي انتخابات رئاسيه مبكره في مصر، انت عايز بقى انفرادات، لان انا بتكلم بالتفاصيل والارقام والاحداث، انا الوحيد اللي بتكلم بالاسماء. اتفضل. وعلى مسؤوليتي دي مخاطره. لو قلت المظاهرات العارمه، قلت بالتاريخ والارقام والاحداث في انتخابات رئاسيه مبكره، نظام حكم جديد، الاحداث ستزداد اشتعالا تحديدا بدايه من الربع الاولاني من شهر 5 حتى انا حددت الفتره، والكابتن احمد شوبير نشرها لعلمك، قعد نشرها وزودها لان انا قلتها على موقع احد القنوات الكبرى، قلت الفتره من مارس حتى 12 سبتمبر اسوء الفترات التي تمر بها مصر فلكيا وليس سياسيا ولا استقراء للواقع السياسي، وبالفعل بدا مارس حدث التوقعات اللي قلت عليها، تفجير المهندسين اللي كانوا بيستهدفوا ضباط وقضاه، تفجيرات هنا كوبري كذا كذا كذا، الاحداث اللي في العريش، سنافير وتيران، المظاهرات اللي طلعت وان كانت قليله لكن انا متوقع انها ستزداد اشتعالا في اقتحامات للسجون، البيك او القمه بتاعت مصر بدايه من 5 او 6 حتى شهر 6.
خد عندك لحد 12 يا دكتور احمد انت بتعمل كلام يعني يصير جدل في الشارع المصري بطريقه غير عاديه. حق ايه يا دكتور احمد؟ البلد مش مستحمله اللي انت بتقوله. اسكت، ما دي امانه. احرص على المنفعه قدام كلام الناس. لازم اقول عشان احذر. لو انا عامل انت مش بتحذر كده، انت مش بتحذر، انت بتعمل يعني بتعمل تعبئه يعني بتعمل شعوذه في البلد. اسكت يعني مش شعوذه، مش تسكت ازاي يا دكتور؟ يعني ولا اسكت ولا اتكلم. يا دكتور احمد انت بتتكلم في مظاهرات عالميه في الكلام ده كله، والنهارده البلد بتتقدم للامام. يعني انت بتتكلم في موضوع بس لازم احذر الدوله. ده واجبي. انا صاحب، انا بقول انا شايف نفسي وفي ناس كتير شايفاني صاحب رساله، مش مجرد تعب. رساله ايه يعني؟ رساله تقول ان في مظاهرات جايه وفي مؤسسات دوله بتدعي. انا علم الفلك بيستشف المستقبل. انا علم الفلك اللي بيدي ان حاجه كويسه، بس احنا عايشين عصر الفتن والملاحم. السؤال عنها، احنا عصرنا عصر فتن وحروب وملاحم. ده مش قدري لان طلعت في الايام دي. طب ما تيجي نسال الدكتور محمد محرم الداعيه الاسلامي عن اللي بيقوله الدكتور احمد من مظاهرات واتهامات سجون وبلبله في الشارع المصري والقصص الكبيره اللي بيحكي عنها، بس بعد الفاصل مع ضيوف الحلقه من برنامج احداث الساعه. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل سريعا مع ضيوف حلقة برنامج أحداث الساعة، ومعنا الدكتور أحمد شاهين العالم الفلكي والشيخ محمد محرم الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا مرة ثانية يا دكتور أحمد. شيخ محمد، أنت إيه رأيك في اللي بيقوله الدكتور أحمد؟ هناك مظاهرات عارمة وهناك اتهامات سجون يعني بيعمل بلبلة في الشارع المصري وبيتكلم بعلم الفلك وبيقول في توقعات. نعم. وهناك مشاكل مع نجوم وهناك مشاكل مع اعلاميين وهناك مشاكل مع فنانين، وبيقول لك فيه. انت شايف الموضوع من الزاويه دي ازاي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا بادئ ذي بدء لا يعلم الغيب الا الله. ونعم اكرم. الله سبحانه وتعالى يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول وليس اي شخص. وقلنا ان الغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي. يعني امر غيب مطلق كالموت، الانسان ده يموت امتى، وعلم الساعه وما فيه الارحام ونزول الغيب، هذا غيب مطلق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. والغيب النسبي هو حدوث شيء ما في مكان اخر يعلمه بعض الناس ولا يعلمه الاخرون. اما علم الفلك بينقسم ايضا الى قسمين، او علم النجوم كما يشاع برضه بينقسم الى قسمين. منهم قسم هو جائز تعلمه، وهو دراسة حركات النجوم ومنازل الكواكب وحجمها وسيرها وأفلاكها، هذا علم جائز تعلمه والعمل به. العلم الثاني وهو العلم الذي يخالف الشرع وهو تعلمه نوع من أنواع السحر، هو علم التنبؤ أو التنجيم، اللي هو يستدل بحسابات منازل الكواكب في أبراجها، لأن الكواكب أو القمر له منازل له منازل. يعني مثلا كل يوم القمر بينزل منزلة، كل يوم القمر بينزل منزله، الدكتور أحمد عارف كده، وفي خلال الشهر بتتغير منزلة القمر. فالروحانيين اللي هم الذين يعني يتعاملون بعلم النجوم يربطون حركات القمر والنجوم بما يحدث للناس وبما يجري على الأرض. أما ما قاله الأستاذ أحمد من المظاهرات، بما يحدث من المظاهرات وان في انتخابات رئاسيه مبكره وان في اقتحام للسجون، هذه ليست توقعات ولا من تنبؤات الغيب. هذا كلها انا اقول واجزم بانها معلومات. يعني هو ممكن يكون تبع حركات، ممكن يكون تبع هذا الكلام بعيد على انه يكون من علم الغيب. اما ان يكون توقعات استقراء لما يحدث على ارض الواقع الان من اشتعال الموقف واحتدامه، واما ان تكون معلومات يراد مثلا بثها ونشرها لتهيئه الرأي العام لاستقبال مثل هذه الأمور إذا وقعت وإذا حدثت. أما أن يكون هذا في علم الغيب، أنه يطلع على علم الغيب عن طريق حساب الكواكب والنجوم، هذا لا أساس له. لكن نحن بنؤمن بوجود السحر وبوجود العرافين وبوجود المنجمين، ولكن ليس هذا معناه أن ما يفعلونه جائز شرعا.
السحر موجود، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل على وجود السحر، فمن أنكر السحر أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ولكن من يسير في طريق السحر ويتعلم السحر هذا كافر. والذي يذهب للمنجم أو العراف ليسأله عن أمور غيبية ستقع في المستقبل أو أمور غيبية أو أشياء سرقت منه، هذا إذا ذهب إليه معتقدا علم هذا المنجم أو العراف أو الكاهن أو الذي يعمل بحسابات الفلكية، هذا يكون قد كفر بما أنزل على محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلنا من قبل: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى عرافا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. هذا بالنسبة لعلم الغيب والعلم السحر. علم السحر موجود ويقال عليه علم، وهذا كان ايام فرعون. وكان فرعون بيقول يا شيخ محمد توقعات، فرعون كان عنده سحرة، كان اكثر من 35,000 ساحر وقيل 70,000 ساحر، وكان يستخدم هؤلاء السحرة في تضليل الناس وفي شغل الناس عن ما الامور الهامة. ففرعون لما جاء موسى عليه السلام فاراد ان يقوم بمناظرة بين السحرة وبين موسى، فلما جاء موسى قال السحرة سيدنا موسى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فقال: ألقوا، أنتم ألقوا حبالكم وعصيكم. فلما ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني خيل إلى سيدنا موسى عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم في الأرض، خيل إلى سيدنا موسى أن الحبال والعصي تتحرك، وهذا لم يغير الحبال عن حقيقتها ولا العصي عن حقيقتها، ولكن الذي سحر أعين الناس. يعني أنت شايف الدكتور أحمد دلوقتي إنه بيعمل تهيئة عامة لتهيئة الدولة وهو ما عندوش توقعات مرئية للي بيتقال والكلام ده كله؟ هذه ليست أمور غيبية، هذه توقعات، إما استقراء لما يحدث وإما معلومات تبث. اما معلومات بس. اما معلومات بس. دكتور احمد في بيقولوا يعني في تناقض. انت حضرتك دلوقتي بتقول يا اما في معلومات بس تمام من الدوله، يعني انت عندك معلومات منين الدوله هتديني معلومات ومنين انا؟ لا انت بتعمل تعبئه، تعبئه صح مين دلوقتي؟ اذا كنت بتقول مظاهرات معلومات حسب كلامك يبقى ازاي تعبئه ضد الدوله؟ يبقى ما تبداش يعني الدوله لا اقول لك انت بتعمل تعبئه اخرى ربما دايما يقال ان يعني جهه اجنبيه، جهة أجنبية، جهة محلية، جهة داخلية. يعني أنت يعني البيت على مدعي، لكن هذا ليس هذا كلام موسى العام. ما دليلك؟ أقول لك ده ضرب من الغيب. لا ضرب بالغيب. لا موسى. لا دليلك أنت اللي بترمي بالغيب. إيه دليلك؟ بالغيب ما تقول أنت رجل بالغيب. وأنت كمان موسى. لا إيه دليلك اللي أنا تبع جهة أجنبية؟ هذا الكلام اللي بتقوله اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. طب لماذا لم تتنبأ 1% لماذا لم تتنبأ بخروج مظاهرات وبتنحي مثلا رئيس السيد الرئيس وباغتياله منذ عام؟ بالرغم ان الدولة قائمة في أعمال. أرد عليك. لماذا تنبأت الآن بالذات بخروج مظاهرات عارمة؟ ولماذا تنبأت الآن بوجود انتخابات رئاسية مبكرة؟ ولماذا تنبأت الآن بأن مجلس الشعب سوف يحل ولن يستمر؟ أولا بالنسبة لحل مجلس الشعب معلومات ألقيت إليك لكي تثيرها وتبثها للناس لتهيئة الرأي العام لما يقال. ليس صحيح. بس اولا بالنسبه المشيع فتح السيسي قبل ما يجي بسنتين من 2012 وكان لسه لواء، قلت المشيع فتح السيسي جاي. بالنسبه لاغتيال السيسي قايلها من سنتين بس. كل الناس قالت ده، كل الناس قالت ده. انا قلت الكلام ده. لا شفت وانا في نقد نفسه. هذا من التوقعات. لا بيناقض نفسه. انت دلوقتي انت قلتش ليه وفي نفس الوقت بيقول لك لا انت بتقول على فتح. يبقى انت كمان بتهيج الراي العام. عبد الفتاح السيسي يبقى انت كمان بتهيج الراي العام 2012. يبقى انت كمان رئيس، لكن بتهيج الراي العام لانه بيقول لك كنت عارف لا هو بيهيج الراي العام اللي انت بتقوله واللي انت هو من سنتين هذا الكلام من باب الدجل ومن باب الكهانه ومن باب التجديد ومن باب الرجل بالغيب. ده نقطتي. هذا ليس اولا هو دلوقتي بيهيج يقول لك انا كنت من سنتين عارفه قايل لان هو كمان بيهيج. انا ما هيجتش لو كنت انا عارف فلك انا هو كمان وكنت انا عارف فلك ليا
عشان ولا احفظ حاجه الناس. المجلس طب انت الشعبي. بتقول بمناسبه ايه؟ انا عالم فلك وليا مناسبه اللي انا اقول، انت بتقول بمناسبه ايه؟ يبقى انت اللي بتهاجم. لا انا قلت ثانيا قلت انت اللي بتقول مش انا اللي بقول. انا برد على كلامك انت قبل ما يتولى دي واحده الذي ترجو بالغيب. لا هو جه النقطه، هو جه النقطه عايز اقول خلاص. طب نسمعه. بالنسبه للمشروع بتاع السيسي قبل ما يتولى بسنتين قلتها، قبل اللي ابتدى قايلها من زمان. قلتها فين؟ دي مثال حركه حركه ولي باشا من شهر 9 السنه اللي فاتت. اصل انت بتقول اشمعنى السنه دي لما جيت قلت تاني السيسي في شهر كام؟ شهر مثال احدى الحلقات مع الاعلام ولي باشا على شهر 9 2015 قلت تاني السيسي وقبلها لا انت قلت دي واحده كانت الرئاسه امتى؟ متى قلت هتولى الرئاسه امتى؟ الفيديو نشرناه، الفيديو الحلقه السابقه الناس شافته، انا نشرت الفيديو والناس انت كنت معانا المفروض انت ادرى يعني. الحلقه السابقه والناس شافتها ويا ريت يعملوها من جديد. جبت فيديو و12 انا شفته على الحلقه لما اتبث مباشر ان انا توليت على فضيله صدر البلد باسم يوسف عمرو اديب قال لك احمد شاهين توقعت وان الفريق الاسمر قوي الصله بالمؤسسه العسكريه او الشعب بتاع السيسي. دي كانت لقاءاتي من 2013 مع اولى خمسه وعمرو اديب من 2012 2013 والحلقه اتذاعت. انت كنت موجود في الحلقه يبقى ازاي بتقول ما قلت الكلام ده يا استاذ احمد. الفيديوهات ليه اتذاعت الحلقه السابقه والناس شافتها؟ انت بتتنبأ بالغيب. يعني بتتنبأ مثلا ان انت بتدعي انك تقول بتدعي انت موجود ولا موجود. انت بتدعي الحلقه اللي فاتت انت بتدعي انت تدعي اغتيال الرئيس. انت تدعي اغتيال الرئيس. لماذا لم تتنبأ بمن يغتالونه ومتى سيغتال والساعه سيغتال فيها حتى يكون على حذر مما سيحدث؟ دكتور احمد على ألسنة الناس توقعك باغتيال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انك عميل لبعض الاجهزه الاجنبيه، لبعض الاجهزه الاجنبيه. لا بعض الناس ردك ايه؟ لا ده على ألسنة الناس كلها، ألسنة الناس كلها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك. ده كلام عام. ده كلام عام. ولو في ناس مؤمنه بتقول ردك انت ايه؟ ردي صحيح. اولا بالنسبه لتوقع المشير عبد الفتاح السيسي قبل ما يجي توقعتها من سنتين. ابتدى عبد الفتاح السيسي ما توقعتهاش بس 2016، توقعتها مثال مع وائل الاباشي على فضيله دي 9 2015 قلت بالتالي السيسي يعني قبل السنه ما تبدا من زمان. اصل لك اشمعنى دلوقتي اللي قلت لا انا من زمان. بس الناس لما بيجوا مناسبه مظاهرات الناس بتفتكر احمد شاهين فانا بعيد الكلام باكد على كلام عشان الوقت قرب. لا اصل انت دلوقتي بتدعي لا انت دلوقتي انت بتقول في مظاهرات عارمه. انت قلت في مظاهرات عارمه في فتره الحاجه في وقتها تحدث في فتره يا شيخ محمد لازم احذر الناس. لا ده انت فتره في انتعاش بيتم في البلد وفي استثمارات ابتدت تتم في البلد. لما المظاهرات يعني النهارده الدوله اولا ابتدت ترتقي للامام والنهارده مؤسسات الدوله ابتدت كلها بتتجمع عشان انا شايف ابعد. انا ما اقدرش اكذب اضحك على نفسي. انت شايف طب ما دي تعبئه، انا شايف ما دي تعبئه حقيقي للراي العام. علم الفلك انا بقول لك مش انا اللي بقول او انا اللي بوجه. انا شايف علم الفلك بيقول ايه بنقل للناس الناس بتعمل تعبئه. ارجع تاني اقول لك هذا تحذير للناس من واجبي. انت مش بتهزر، انت بتعمل تعبئه من وجهه نظرك بدليل ان الدوله سايباني. الناس تقول لك زي احمد شوبير ان بيقولوا عليها الدوله غافله عني مش قادره تجيبني من بيتي سايبيني ليه؟ عارفين احمد شاهين تحديدا عالم الفلك صحيح بيحذر الدوله زي ما بيقولوا بعض الحاجات زي ما قلت حاجات. طب لو بيقول ليه؟ لكل اجل كتاب. يعني المهم ليه الدوله سايباني بس واجى التحذير كتير يقبضوا على احمد شاهين. دي واحده ما تطعنيش انت اللي قايل ما تطعنيش بلاغات للنائب العام احمد شاهين كذا كذا كذا. الدوله سايباني ليه؟ الدوله فلان عني؟ لا لان عارفه ان انا عالم فلك صح وبحذرهم وبالفعل اصبت في بعض التوقعات وبالفعل زي تفكير المهندسين زي عصام عيان ما قلتها في الحلقه السابقه حاجات كتير ونبهتهم. المولات تفجير المولات بلغت عنها وقلتها على الهواء مباشره في المول رمسيس تفجير ستار رمسيس. طب ما في بعض الاماكن في بعض ردود على حصلت وحاجات ما حصلتش. في بعض ردود على الفيسبوك بتحاول ان هي يعني بتقول ان انت دكتور احمد تمام اقول لحضرتك حاجه متشوه ذهنيا. انت يا دكتور احمد ما عندكش معلومه بالفلك. ما اقول لحضرتك وانت يمكن قريت الحاجات دي قبل ما نخش الحلقه. في حاجه شايف الردود ازاي؟ انا اقول لحضرتك حاجه. هل لحد دلوقتي حتى يعني الديانات او الاسلام هل في اختلاف عليها؟ هل في توافق عليها 100%؟ يعني انت عايز تقول ان علم لازم احمد شاهين يعني انت عايز تقول لا يا شيخ محمد
محمد لازم يعني انت عايز تقول لحد دلوقتي دكتور في أحمد، بوذيين وصينيين يعني انت عايز يا دكتور اشمعنى احمد شاهين اللي مش هيبقى عليه اختلاف؟ يا دكتور احمد يعني الناس لا تقذف الا الاشخاص دكتور أحمد. ولولا كلامي مؤثر يعني هو كده عايز يقول ان علم الفلك تفوق على الدين وتفوق على الاحاديث؟ لا هي المعنى ان انت عايز لا ده هو الاعلى اذا كان الحديث اللي هو اعلى في العلم اللي هو الدين معلوش اتفاق في اختلاف، في ناس بوذيين مش كل الناس مسلمين، يبقى علم الفلك اللي هو طبعا بعد الدين مش هيبقى عليه اختلاف. الانبياء كان عليهم اختلاف. نعم بلا يبقى انا احمد شاهين الله سبحانه وتعالى الذي الرسول قالوا عنه ايه؟ الله ساحر وكاهن ومجنون. ليس كل فالقران رد عنه. دي واحده اكمل دي واحده. بس. الرسول قال عنه ايه اول لما نزل؟ ضربوه بالحجاره في الطائف، قال عليه ساحر وكاهن ومجنون. ربنا رد عنه ده الناس ماشي. ربنا رد عنه قال لك ما انت بكاهن ولا مجنون. يبقى احمد شاهين مش هيبقى عليه اختلاف. ايوه لان النبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الاختلاف. انا ادعي العلم الغيب ولا انا عراف ولا انا كاهن اخبركم وانا لو فرضنا لحظه واحده واعلم في الاف لا دكتور بحاجه بس اخر كلمه في الاف بيحبوا احمد اذا كان واحد ولا اثنين ولازم هم المشوهين طبعا لان لازم يرازوا يعني يا استاذ الناس لا تغضبك الا اذا كانوا مش قادرين يوصلوا اللي انت وصلت له. مقابل واحد في الاف بتحب احمد شاهين وتعليقاتهم موجوده على الفيسبوك. يا استاذ اذا كان دول ولا دول لهم كل الاحترام الاختلاف موجود في كل حته. هنسمع الشيخ محمد بالنسبه لكلام الدكتور هنسمع الشيخ محمد محرم عن رد الدكتور احمد شاهين من برنامج احداث الساعه. فاصل، انتظرونا مع رد الشيخ محمد محرم. ورجعنا لكم من الفاصل سريعا من برنامج أحداث الساعة مع ضيوف الحلقة الشيخ محمد محرم والدكتور أحمد شاهين. مرحبا بك مرة تانية يا شيخ محمد. مرحبا الدكتور أحمد شاهين. شيخ محمد، أنت رأيك إيه في اللي قاله قبل ما نطلع فاصل الدكتور أحمد شاهين، وإن هو بيعمل جدل في الشارع المصري وبيحاول إن هو يعمل توجه معين في الشارع، ان في مظاهرات عارمه قادمه، ان في مواجهات غير طبيعيه، يعني هو بيعمل كارثه حقيقيه ولا انت شايفه ان هو بيدي توقعات زي ما بيقول؟ فعلا هذه الامور وهذا الكلام مما يثير جدلا ومما يعمل على اشاعه الفوضى وربما يؤدي الى يعني امور ونتائج لا تحمد عقباها. اولا الاستاذ احمد زي ما قلت ان هذا الكلام ليس كلاما مبنيا على علم، وانما هو من باب التوقعات والكهانه او التنجيم كما يقول، وكما يعني يعترف هو انه يعرف هذا الكلام عن طريق حساب النجوم والكواكب ومنازلها. فهذا ضرب من الكهانه والدجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يعني علم النجوم الذي به يربط به الارواح ومصائر الناس والاحداث التي تقع على الارض، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه من اكثر مما يزيد عن 1430 سنه او 37 سنه ان من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني كلما زاد تعلمه لهذا العلم زاد اسمه فيه. النبي صلى الله عليه وسلم الاستاذ احمد بيربط بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم النقطه دي المره اللي فاتت. طيب النبي انا ببين بس لكن هو الاستاذ احمد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالحق ودعا قريش الى الاسلام ودعا العرب الى الاسلام قالوا ساحر وقالوا كاهن. هذا في الحقيقه هم قالوا لماذا قالوا النبي عليه كاهن؟ قالوا كاهن وساحر لماذا؟ لانهم كانوا يعلمون الغيب او بعض الامور الغيبيه ممن يزعمون ذلك من الكهان ومن السحره. فبالتالي لما ياتيهم رسول ونبي يخبرهم بوحي لا جميع العرب لا مش كلهم كهنه، لا مش كان يا استاذ احمد لحظه كان مش جميع حتى الاطفال كانوا كهنه. انت ما كملتش. جميع العرب في الجاهليه لا مش انت ما بتسمعش جميع العرب في الجاهليه كان لكل قبيله من العرب كاهن يذهبون اليه ويسالونه عن امور تقع في المستقبل. السيده خديجه كانت تعلم امور ضاعت منها. السيده خديجه ما عبد المطلب سيد القوم كان يعلم. انا بقول هو مش شرط ان كل قبيله كاهن يبقى كل الناس يروحوا. لا هل كل الناس بيقول لك؟ هل كل الناس جميع المصريين؟ انا بسالك سؤال ما رجعتش في كلام. انا ايوه جميع العرب زي جميع المصريين دلوقتي. جميع المصريين دلوقتي انا هضربك بالدواب بالانعام كله بيعلموا. انت
حضرتك مش بتعمل في علم الفلك وعلم النجوم كما تقول؟ هل جميع الناس اللي المصريين بتحكم ياتون اليك ويسالونك عن علم الغيب ويسالونك عما تعرفه؟ مش جميع انا العرب، ضربت مثال لا اسمعني الكهنة بس، ومش اسمعني. الكهنة. بقول ان احنا شايفين اقل من النبي، فلازم كفار نتهاجم. قريش لما قالوا للنبي صلى انت الله عليه كاهن وسلم. وانت ساحر وانت شاعر، لعلمهم بالكهانه ولعلمهم بالسحر كلهم. ولعلمهم كلامك متناقض. بالشعر. لذلك النبي ربنا أديك سبحانه قلت وتعالى قال الشعر فما وليس انت بنعمه الغيب. ربك بكاهن علماء الغيب ولا كانوا من مجنون. اليمن في علم الغيب، وليس العرب. علم الغيب دي علم غلطة الغيب، تاريخية، ده اللي علم هو مصطلح الغيب. لا 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 دي لا غلطة تاريخية. أستاذ أحمد، أستاذ بقول لك أحمد. العرب أنا اليمنيين لم شقوا أقاطعك، طب- لم طب- أقاطعك. لا 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 والفرس هم كان اعلى من الناس لا 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 العرب كان اهل لحظة. الشعر وهو لا قالها دلوقتي لا شعر ماشي، وليس شعر وكهانة وليس وسحر. غيب. كهن يمني. سحر وكهانة وشعر، يبقى أنت والكهانة بتغلط هي في التاريخ. المرتبطة بعلم الغيب. أنصحك والكاهن هو تعيد الذي قراءة التاريخ. لا 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 تاريخ العرب لا لا, الجديد. لا أنا فاهم وقارئ، وأنت حضرتك اللي مش قارئ وأنت يعني حابب أنت بتشكك في لا أنا الشيخ ما أنا بدالك أنا نصيحة من الأخ الآخر. لا أنا واثق من اللي أنا بقوله. حضرتك اليمنيين بتدعي والفرس هذا يعني الكلام. هو الشيخ غير محمد حقيقي. هم اعلى من الناس الدكتور احمد الدكتور احمد بيشكك الكلام اللي بدليل يقوله عبد ليس- المطلب لا، استدعى لا. شق وسطوح من اليمن لا. عشان وقصه لا ده استدعاهم ليه؟ كان ازعى وكان يجيب ناس من استدعاهم العرب. ليه؟ استدعاهم ليه؟ هم بتوع اليمن كانوا أياً ايه؟ بتوع كان. اليمن كانوا ايه؟ كان ممكن عجم. يجيب من العرب. كانوا عرب. طب جاب ناس بتوع اليمن عرب. لا ده لا أصلاً. لا يا- لا العرب للمره اليمن مش الثانيه عرب. للمره الثانيه مغالطه هل تاريخيه اليمن مش عرب؟ وبيثبت ان هو يعني في أنت كلمه دلوقتي دلوقتي تقول يعني اليمن إحنا- ما يعني كانوش إحنا عرب. اليمنيين لا الجزيره العربيه حاجه واليمن لا لا حاجة. يعني لا أنا لا. نسجل مسيلمة الشيخ محمد الكذاب، نسجل أخطاء اسمعني تاريخية. بس. حضاره مسيلمة سبأ الكذاب. كان لها علاقتها يا أستاذ بالعربيه أحمد. للمره الثانيه مغالطه في التاريخ اهو قدام الناس لازم ندي وبعيدك بعض فرصه تعيد دراسه عشان التاريخ من عشان جديد. المشاهد يستفيد. لازم ده ندي بتاع بعض اولى فرصة. ابتدائي يعرف اللي أنا لحظة بقول لحظة عليه. لا لا كلام انت الجزيرة العربية بتقوله حاجة ده وحاجة ليس سوا. يعني يا شيخ علميا محمد وليس له الدكتور عبد المطلب استدعى الدكتور احمد انا بسالك عبد المطلب استدعى ده مش شق كان من العرب وسطوح من اليمن لا حول ولا قوه ما الا كان بالله. ازعى كان يجيب حد من طيب، العرب بتوع اليمن أنت دول عارف مش شق عرب، وسطوح اليمن الأول؟ دول مش عرب ولا عجم؟ أنت عارف انا شق بسالك وسطوح سؤال، من الأول جاوبني الأول؟ جاوبني أنت عارف- جاوبني. انا بسالك اليمن عرب ولا مش عرب؟ كان تحت حكم اباها لا حول ولا حبشه قوة إلا عجم بالله. عجم اليمن كان عرب، نتيجة- اليمن. نتيجة كان دكتور تحت احمد حكم اباها لا. الذي كان يوالي اباها الحبشي كان عجم أبرهة كان عجم. جاء أبرهة دكتور كان احمد حبشيا طب نسيب- وكان نسيب الشيخ حاكما على يكمل. اليمن، ما سجل- كانش هو من اليمن. سجل أخطاء. هذا الكلام أنت وقت هذا على الهواء. أنت بتقول الكلام أنا ليس بسجل له أخطاء. دليل سجلت ولا على الهواء. اساس علمي. كل هذا الكلام كلام باطل، لان ابرهة لم يكن من اهل اليمن، وانما كان ابرهة ما من كانش استدعى من الحبشه اليمن. وكان يحكم اليمن، كان هو اميرا في اليمن عملت وهو هذا ذهب النقطة الى النقطة. اليمن. لا 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 لا. هذا الكلام غير اباها صحيح. والحبشه عجم انت اللي عمال تخرج من موضوع لموضوع، ده اللي هو أنا. وهذا الكلام اللي انت بتقوله كلام لا اساس له الناس من سمع الكلام، العلم الناس سمع ولا الكلام. من الصحه. الناس اول سمع حاجه. ثاني حاجه يا استاذ هاني، ان في فرق بين علم النبي بالغيب او علم الانبياء جميعهم بالغيب وبما يوحون به من امور غيبيه، لانهم يستقبلون هذا الغيب من السماء عن طريق جبريل عليه السلام امين الوحي. اما بالنسبه للمنجمين والفلكيين الذين يعملون بعلم الفلك في تحضير الارواح والتنبؤ بالغيب، هؤلاء اما ان يستعنون بالشياطين واما ان ياخذون يحرزون يعني الدكتور احمد بيستعين بالشيطان مش سحرة فرعون لما القوا الحبال وتحركت. ايوه انا اثبت لك ان المنجم والساحر يعلم يقينا انه ليس على الحق، يعلم يقينا انه ليس على حق، وانه من باب الدجل ما يفعل وما يتنبأ به من باب الدجل والتخمين والتحذير والتخرص. السحرة لما القوا الحبال وتحولت الى عصي الى حيات والى ثعابين، وخيل الى سيدنا موسى انها تسعى. يا استاذ احمد لحظه الله يبارك فيك. فسيدنا موسى القى عصاه فتحولت الى ثعبان كبير فاكلت جميع الحبال التي كانت في الارض. عندئذ خر السحرة سجدا وقالوا آمنا برب موسى وهارون. فلماذا؟ لانهم راوا ان العصا تحولت الى ثعبان حقيقي واختلفت عن حقيقتها، بخلاف الحبال والعصي التي القى بها السحرة، لانها لم تتحول عن حقيقتها، وانما الذي سحر اعين الناس فقط، فخيل الى الناس انها تسعى ولكن الحبل حبل والعصا عصا، بخلاف سيدنا موسى. عصا تحولت الى ثعبان حقيقي، حية حقيقية اكلت جميع الحبال والعصي التي القى بها السحرة. لذلك عندما راى السحرة الحق لم يستكبروا ولم يجادلوا ولم يكابروا، وانما سجدوا وامنوا بالله. غير الاستاذ احمد الذي يكابر والذي يجادل وهو يعلم انه ليس على حق. شيخ محمد واحنا في الفاصل انت قلت انا عايز اسال الدكتور احمد سؤال. نعم. ما تيجي نساله قدام السيد المشاهد، متى وفاتك؟
زي ما هو قلنا في السؤال اللي انا الفصل. عايز اساله له، هو تنبأ بكثير. انت بتتوقع وعندك تنبؤات؟ انا معروف ان احمد شاهين ما عندوش خطوط حمراء على مستوى العالم، بره ولا جوه بقول ما يهمنيش يعني حاجه. متى يعني انت والتوقعات اللي بتتكلم عنها لما بيحصل انا بس السؤال عشان ما تشتتش يا جماعه، 25 السؤال عشان ما تشتتش بس يا شعب يا معالي الشيخ، يوم موتك تمام. انت عندك علم مش في حاجه في القران، في حاجه نقف في القران، في حاجه اسمها من ضمن الحاجات يعني في حاجه اسمها النفس المطمئنه، النفس المبشره، من ضمن التوقعات دي حاجه على جنب. هو فضيله الشيخ فهمني. بالنسبه احنا عايزين نفهم برضه لعام الوفاه، بالنسبه للوفاه انا توقعت في العام وانا عندي 81 سنه توقعتها، قلتها جماعه جوائد. انت قلت من واقع الهيئه الفلكيه، انت قلت بدلالات قلتها انت قلت على فضائيات وجوائد عربيه ومصريه. طيب السؤال الثاني سريعا انت قلت لحظه واحده سيغتال الرئيس السيسي. قلتها كتير. امتى ومتى وازاي؟ سؤال مهم جدا. امتى ومتى وازاي؟ طبعا الحاجه كل ما تقترب كل ما بقول عليها، ما انا عارفها قبل كده وبقولها خلي بالك عشان دي تعبئه انت بتعملها النهارده على قدام السيد المشاهد، ودي حاجه خطيره جدا. اولا امتى؟ انا قلت بدايه الاحداث ستبدا من شهر 6، بدايه من شهر 6 وبدايه من رمضان. عندنا الست شهور بتوع السنه ولن ينتهي العام 2016 الا ما يكون الرئيس السيسي في انتخابات رئاسيه مبكره سيتنحى عن الحكم تحت داعي حاجه مرضيه يعني في العنق في الظهر في كده، وسيتم اغتياله لاحقا. كل ده بدايه من شهر 6 او بدايه من شهر رمضان حتى الست شهور حتى نهايه العام، يعني ينتهي من شهر 6 حتى شهر 12 لن ينتهي العام الا من شهر 9. شايف كلامه ده صح؟ شايف كلامه ده صح؟ هذا الكلام غير صحيح، وانا بناء عليه بتقول لي صحيح. خلاص لحظه واحده، انا اقول لك على حاجه، لانه اي كلام مستمر كلامك ده غير صحيح. انا قلت دليل وتنبؤك بموعد موتك بانك لما تبلغ 81 سنه هذا من الكهانه والدجل والتنجيم. اولا الله سبحانه وتعالى قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فضيلة الشيخ ولا هتموت مش عارف القران وبيواضح. لا انت لان الله سبحانه وتعالى لم يقل، الله سبحانه وتعالى لم يقل وما تدري نفس متى تموت. انت لا تعلم، انت ما تعرفش حاجه. ولكل اجل كتاب. لا انت الايه انت اللي بتتكلم. ولو كان ربنا كان قال الكلام كان قال ايه؟ وما تدري نفس متى تموت. كلامك ده اللي بيقول عليه متى تموت. لا النبي صلى الله عليه وسلم بتعدي على الايات ما بيتدبرهاش. لا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم متى سيموت ولا نبي. الحلقه اللي فاتت حتى سيدنا موسى لا حتى سيدنا موسى انت قلت ان هو مات في الصحراء وجاء في التابوت. سيدنا موسى لما ربنا ارسل له ملك الموت سيدنا موسى ضربه وكزه في عينه ففقأها، لان سيدنا موسى ما كانش عايز يموت في الوقت ده. الله سبحانه وتعالى هو ماتت نفسه متى تكسب غدا وماتت نفسه متى تموت. لم يكن هو ماتت نفسه متى تموت. ده اللي بقول عليه متى تموت، اللي انا بقول عليه. لا كان ربنا قالها، ما فيش حد يعرف ربنا ما حرمهاش ما قالهاش. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض لكن لم يكن متى تموت. هقول لك اللي بقول عليه كان ربنا قالها. ولكل اجل كتاب فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا انت ولا غيرك ولا اي حد بدعوك لقراءة التاريخ، ادعوك لتدبر القرآن. ليس نصوص. لا كلامك هذا كله باطل. بالنسبه لتنبؤك باختيار رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا برد على كلامك. عايزك تقرا التاريخ يا دكتور احمد انت قلت عشان ما نشتتش بس هذه الفتره من اول من بدايه من رمضان لحد اخر شهر 6 هيتم اغتيال الرئيس. ولو ما حصلش هذه المعلومات لا لحظه واحده يا استاذ هاني، اذا كنت انت على يقين من هذه المعلومات. لا يا شيخ بتقول معلومات عادي، ليس معلومات عاديه، لان انت بتعمل دلوقتي تعبئه في الشارع المصري. دي توقعات فلكيه. لا ما انت بتقول توقعات، انا بقول لك نظر. ولو ما حصلش بتقول لي دي معلومات. لا مش هقول كده، هو هيحصل. مش هقول من واقع كلامك انا هرد عليه. وفلسفه بالله حصلت. الناس تفتكر توقعاتك احمد شاهين، انا ما قلتش. لا انت توقعاتك بتتكلم عنها. توقعاتك من واقع توقعاتك ده هيحصل كذا لما يتوفى السيسي يقول انت بتهيئ لقتله. انت بتهيئ الان لقتله. يعلم الان في بقى مفاجاه، في مفاجاه. هو بيهيئ الان لمدينه الشارع المصري. في مفاجاه. انت بتهيئ الان لاشاعه الفوضى. مفاجاه. اولا اقول مفاجاه. ناخد مفاجاه. اقول مفاجاه. اذا كنت تعلم انه سيغتال، مين اللي هيغتال ولماذا لم تبلغ عنه؟ تعال ناخد مفاجاه. تعال ناخد مفاجاه. هي دي المفاجاه. المشير فتح السيسي يعلم تماما انه هيغتال تماما وهيموت امتى؟ انه سيموت شهيدا. هو قال كده في خطاباته. ما بقول لك انت ولا بتاع انت
سياسه قال لك ولا عارف متابع يعني كلام هو ولا متابع يرتد؟ دين. يعني عارف انه مش بتاع السيسي طب لما انت يعلم حضرتك كلام عشان كده بتتنبأ بقول لك احمد ولما- شيبه ما بيطبقش يا عليه أستاذ ليه؟ أحمد، مش بتاع خليك السيسي معايا. اولا هو خليك خاني معايا كبير، بس. مش بتاع السيسي هو خاني كبير مطلع على النبوات، يعلم انه يعني. سيموت شهيد وان خليك مصطفى معايا مصر بس. السادات ويعلم ولا ان احمد أحد شيبه كلامه يعلم أنه صحيح يموت. وقال احد يا المقاومين اخي وما احمد تدري شيبه نفس كلامه ماذا صحيح تكسب وهو غدا، معنى وما تدري نفس أبو ماذا السيسي تكسب يعلم غدا، كلامي هذا يعني جيدا. لا تعلم نفس ماذا تكسب من الاثم لم ومن يقل متى الخير تموت. في غدا. لم فانت يقل تقول لي متى ان تموت. اموت شهيد واموت مش شهيد واموت عليه، انت لا تعلم لم متى يقل ستموت. متى تموت. النبي صلى الله عليه وسلم لحظه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يظل احدكم يعمل رديت عليك بعملي، اسمعني بقى، كان يظل ربنا قال يا احدكم أستاذ لقمان. يا اخي اسمعني هو متى نفسه متى يا تموت أستاذ معلش أحمد، ليه؟ اسمعني متى تموت دي اللي لا، بقولها اسمعني بقى. بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يظل احدكم يعمل بعمل اهل الجنه كلام عام. فيسبق كلام عليه عام. الكتاب. لا ليه مش كلام سياقه؟ عام، ليه سياقه؟ ده هذا بيرد على دجلك انت يا استاذ ليه احمد. سياقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يظل احدكم يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. لا انا برد عليك على انك لحظه واحده ببين انك انت بتقول كلام باطل وكلام غير صحيح، كلامك عام. ولا كلامك هذا من الدجل، انك بتقول ان هيموت شهيد وان انت هتموت مفعول 80، هذا كله كلام دجل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ويظل احدكم يعمل بعمل اهل النار وعرفت حتى يكون بينه وبينها ان هو ذراع. يعلم بالكلام ده. دي مصادر ليه مصادر بقى اذا كان الصح يعني انت مصادر مش معلومات. لا دي معلومات المصادر في المعلومه دي ان هو يعرف ان هو هيموت، لكن ان هيموت انا اعرفها، لكن ان هو يعرف ان هو هيموت لا هذه معلومات يا استاذ هاني تؤثر الشيخ محمد دي حاجه ولا حاجه. الشيخ محمد هذه نقطه وهذه نقطه. بعض زعماء الدول الأجنبية مثل أمريكا وفرنسا وإنجلترا حتى ملوك العرب والمسلمين حتى ملوك العرب بيستعينوا بعلماء والخلفاء الفلك العباسيين والأمويين الرؤية للمستقبل. تمام. شايفينها ازاي؟ هذا من باب السؤال ده لمين؟ الجهل بالدين والجهل محمد شيبة من باب الجهل بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم العالم الفلكي ماشي اتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الاتيان للمنجمين وللكهان وللعرافين وللسحرة، نهى عن اتيان اليهم ونهى عن نصدقهم. هم من الممكن ان ياتون بكلمه فيها صدق ثم يضيفون عليها 100 كلمه من الكذب فيصدقهم الناس. اولا استاذ هاني، علم التنجيم قائم او التنجيم قائم او جهل التنجيم قائم على أسس، إما أن يقوم بطقوس كفرية لإرضاء الشيطان ومش شرط إنه يصلي ويحج ويعمل أي حاجة لكي ينبئه الشيطان بما سيحدث أو بما سيكون. عن طريق إيه؟ ممكن عن طريق القرين اللي مع حضرتك ومع حضرتك، كل واحد منا معاه قرين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم معاه قرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ذات يوم، فلما رجع السيدة عائشة قالت أين كنت رسول الله؟ قال أو جاءك شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال لها نعم. قالت وأنت؟ قال لها نعم. ما من مولود يولد إلا ووكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وقال لها إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق. أنا معايا قرين من الجن، وأستاذ أحمد معاه قرين من الجن، وأستاذ هاني معاه قرين من الجن. كل مولود يولد من بني آدم بيكون معاه قرين من الجن. كيف يتوصل المنجم أو العراف أو الكاهن إلى أمور أنت فعلتها هو لا يعلم بها؟ هو يسلط الخادم الذي يتعامل معه، مش قرين بقى اللي معاه، هو يسلط الخادم الذي يعمل معه، وإن كان الكاهن هو الذي يخدم هذا الشيطان، لأنه يتقرب إليه بقربان فيه أمور شركية ويعمل ما يرضيه ويغضب الله سبحانه وتعالى، فيسلطه على القرين اللي مع أي إنسان، فيبدأ يستخلص منه المعلومات، يقول لك أنت حصل لك كذا يوم كذا، أنت حصل معك كذا، أنت ضاع منك كذا، أنت أكلت في الشيء المكان الفلاني كذا، فيبدأ ينبأك عن طريق مين؟ عن طريق القرين اللي معاك، فيوحي إلى أو يحدث الخادم الشيطان اللي معاه اللي هو بيعينه على أعمال السحر والكهانة والعرافة والدجل، فيخبره بكل ما حدث معك، كل ما حدث معك وليس كل ما سيأتي، فيقول لك، فبالتالي أنت تطمئن له وتؤمن بأن هذا الرجل فعلا يعلم الغيب، هذا الرجل قال حاجات أنا ما كنتش أعرفها، هو ما يعرفهاش أصلا، أنا عملتها ومحدش كان يطلع عليها، لكن قرينك اللي من الجن اطلع عليها، وقرينك اللي من الجن هو اللي أخبر الشيطان اللي معاه أو اللي بيستعين به في معرفة ما يحدث للناس. هذا من أمور أساليب الكهنة والعرافين. أما الزعماء العرب أو غيرهم الذين يذهبون إلى المنجمين وإلى العرافين وإلى الذين يتعاملون بالنجوم، فهذا من باب الجهل بالدين ومن باب الجهل بالعقيدة. لو أن هؤلاء عندهم يعني شعاع أو بصيص من علم العقيدة، من علم الدين، من أن هذا الأمر لا يجوز، ما وصلوا إلى أحد من هؤلاء وما
استعانوا بهم، وإلا كانوا نفعوا فرعون ونفعوا غيرهم وغيرهم. هذا أمور كلها من باب الدجل ومن باب الكهانة. والله سبحانه وتعالى قال لا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا باب من أبواب السحر. الدكتور أحمد شايف إزاي الزعماء الدول كل الكلام ده كلام يعني خطبة خطبة إيه؟ وإحنا واقفين في على المنبر. راح تاخد وقتي. اتفضل. دي طبعا دي خطبه عصماء تتقال في تحرير تتقال بتاع كلام عام يمشي على اي حد. الساحر ملوش اي علاقه بالفلكي. احمد شاهين توقعات فلكيه، حسابات فلكيه، كلها تبع السحر. كله تبع السحر. لا مش سحر، شعبه من شعب السحر. اذا كان بيقول لك من اقتبس والنبي عمال يرجع في كلامه. نبي ونبيك ان كنت شعبه من السحر. هو جميع العرب جزء من العرب عمال يروح ويجي. انا برد المهم اكمل كلامي. الناس اللي العلم عليك اللي انت اتعلمته انت متناقض في كلامك. العلم ده معترف به في بلاد المسلمين، مش معترف به. هجيب لك ايات. هجيب لك العرب المسلمين. ماذا يقول فضيلة الشيخ في خلفاء المسلمين العباسيين؟ خلفاء مين يا عم؟ دي واحده ارد على كلامي في ايه؟ ارد على نفسي. الكلام ده ما انا بقول لك ايه، هو التاريخ. انت ما تقولش الدكتوراه اللي خدتها من كلامي. ما بقول لك ما بقاش تاريخ. الشيخ محمد الخلفاء العباسيين والامويين من اكبر الناس اللي استعانوا بمنجمين. ابو جعفر المنصور كبير الخلفاء العباسيين. ليسوا انبياء. استعان يا عم، ليسوا انبياء استاذ احمد. اسمعني بقى. خليفه اسلامي في قمه الظلم. ليسوا من الخلفاء الراشدين. ليسوا من الخلفاء الراشدين. ونحن لسنا مأمورين بأن نأخذ بهم ولا نسير على هديهم ونهجهم. نحن مأمورين بأن نأخذ بنهج الخلفاء الراشدين. بس كلامه قديم عطيف. لا بيجي لي تعليقات على الفيسبوك كتير وممكن تبقى موجوده واوريها لكم. يقول لك ما تنظمش بعد كده شيوخ. كلامهم ما بقول لك كلام عام، خطب عصماء. انا بكلم برد مش عايز كلام يمشي. انت كلام نفسه والكلام ليس له اساس علمي اصلا. ساحر كاهن مش عارف ايه. لا كلامك يا استاذ احمد مقتبس من كتب الجوزيين ومن النبوءات القديمه في الكتب القديمه ومن العهد القديم والعهد الجديد. هو بيقول لك نديله فرصه يرد. بدليل عصبيتك دي دليل ان انت فعلا افهمت عصبيتك واللي انت مش انا مش عصبي جدا والله. العربيين انا بتكلم عشان الصوت اللي نرجع للسؤال. مش عارف كامل. بيقول لك العرب بيستعينوا فين بقى كتير. لكن انا هقول له اقدم من كده الاسلام منتشر طبعا. قمه الخلافه كانت الخلافه العباسيه، كانت مثل امطري يا سماء اينما امطرتي او يا سحابه فسياتيني بيها. كان الخلافه العباسيه زي روسيا وامريكا دلوقتي كان لهم منجمين. بغداد ابو جعفر. لا هذا كذب ولا افتراء عليهم. هارون بقول لك له منجما انت ما بتعرفش ولم يكن له كاهنا. هذا كذب في التاريخ. هذا كذب وهذا افتراء. انت تحرف في التاريخ. الشيخ محمد الخلفاء. مش مشكلتي. دكتور احمد هذا الشيخ محمد دكتور احمد هذا كذب وهذا افتراء من برنامج احداث الساعه مع الداعي الاسلامي الشيخ محمد محرم والدكتور احمد شاهين البينت على الدعوه عالم الفلك. هنطلع فاصل سريعا، انتظرونا في بعد الفاصل حلقه او فقره قويه جدا من المواجهه بين الاسئله بين الشيخ محمد محرم وبين الدكتور احمد شاهين العالم الفلكي. فاصل ونواصل. عدنا سريعا من بعد الفاصل مع ضيوف الحلقة من برنامج أحداث الساعة مع الشيخ محمد محرم والدكتور أحمد شاهين. في الفقرة الثانية الشيخ يسأل والفلك يجيب، والفلك يسأل والشيخ يجيب. والسؤال مع الدكتور أحمد شاهين العالم الفلكي يسأل الشيخ محمد محرم. أنا عايز أسأل فضيلة الشيخ في معرض حديثه عن الكلام بخصوص الغيب. قال لك الغيب المطلق والغيب النسبي، وهو أيدني في الكلام ده والكلام ده اللي أنا بقوله. وقال فلا يزور على غيبه احدا الا من ارتضى منه رسول. يعني حتى الغيب المطلق، مع ان المعترض على النقطه دي، يعني حتى دي باسم كلامي ان الغيب المطلق في استثناء حتى لو وصلوا في الاخر هم بشر. لكن فضيله الشيخ يعني ايه، انا بساله نقطه، ما رايك في قصه الخضر الذي يقال انه يوشع بن نون وسيدنا موسى؟ نعم. والخضر عبد من عباد الله الصالحين، لم يثبت ثبوتا يقينيا انه كان نبي او مرسل. يقال الاغلب العام بنسبه 95% ان هو عبد صالح زي وزيك. في ناس كتير دلوقتي اولياء الله عباد صالحين. اذا وكان يعلم الغيب بدليل ان موسى قال له يوجد عبد من عبادنا اتيناه من لدنا علما واحلو. بس اذا انت تعتبر ما رايك في هذه القصه؟ المشكله انت اجبت.
إجابة سؤالك فيما أنت قلته. يعني في ناس عاديين لا أنا عايز النقطة دي. آتيناه إيه؟ من لدن علما. مين الذي أتاه العلم؟ الله. يبقى إذا الله هو الذي أطلع على الغيب وليس النجوم وليس الشياطين. برضه مش النقطة دي. وهذا هو عبد في الأول والآخر عبده ليس نبي. لا اسمعني. من العلماء من قال أن الخضر عليه السلام نبيا، والنبي وهناك فرق. اسمعني بس. طب اسمه إيه؟ طب اسمعني أنا هقول لك. اسمعني. لم يثبت. اسمعني. طيب قول لي دليل من كتاب إيه؟ طب اسمعني ما أنا هقول لك. في فرق بين النبي وبين الرسول. عارفين ماشي؟ عارف؟ أولى ابتدائي عارفها. طيب ايه الفرق بين النبي وبين الرسول؟ لكن مش موضوع. ايه الفرق؟ ما الناس. ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي القرآن الكريم ذكر عبدا اتيناهم عبدا صالحا اتيناهم من علم. لم يكن نبيا اتيناهم من علم. الله سبحانه وتعالى اجاب على اجابه على العبد الذي اتيناه من لدن علما. هو الخضر عليه السلام. الخضر عليه السلام. انت ولا القرآن؟ الخضر عليه السلام. القرآن وصف الخضر بالعبد الذي قال. يبقى انت تقول نبي. الله سبحان الله. عبدا اتيناه من لدن علما. لم يكن نبيا. والقرآن وصف النبي محمد بالعبد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. وانت نرجع تاني لسؤالي. ربنا قال في صدر سورة الإسراء. يعني في ناس اسمعني بس يرد على السؤال يا دكتور. اسمعني عايزين يرد على السؤال عشان هو انت بتقول ان الخضر مش نبي عشان ربنا قال عبدا من عبادنا. اسمعني بس ده مش سؤالي. الله سبحانه وتعالى ألم يقل للنبي محمد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا؟ وهذا شرف أن ينسب العبد عبدا خطب عصماء ما بتصدقنيش. يا اخي ما بتفهمش كلامي. انا بجاوب انت مش فاهمني. بقول لك سؤال انت بتحاول تحرف في القرآن وتحرف في تأويل يا شيخ محمد يقول لك خطب عصماء. ده مش سؤالي. انا عايز اسال. انا بجاوبك. العلم الذي كان عند الخضر كان علم لدني من قبل الله سبحانه وتعالى. هو نبي. ليس العلم اللي عندي وعندي من قبل الله. العلم اللي عندك من الله. انت لا يوحى اليك ولست نبي. الخضر ليس نبي. لا الخضر نبي. الخضر نبي وليس رسول. الخضر نبي وليس رسول. لانه كان نبي يوحى اليه. لم يثبت انه نبي ولا رسول. انا برضه بيجي لي الهدف وانا يبعث بدين جديد. ولكن الرسول هو الذي ياتي برساله الشيخ يسال. الشيخ يسال عبدا اتى لدن علما. عبدا ايوه عبد ربنا والذي اعطاه العلم. اذا تستكثر علي ان ربنا يلهمني. الشيخ يسال يا سيدي. دكتور احمد عاصف ابن ارقيه ابن خالد سيدنا سليمان هذا كان عبد. هذا رجل والله سبحانه وتعالى اعطاه. اسمعني بقى. الله سبحانه وتعالى اعطاه علما وكان عنده العلم الاسم الاعظم لله سبحانه وتعالى. ولما قال سيدنا سليمان من ياتيني بعرشها قبل ان يستكثر علي لن اعرف انت لم تكن انت عاصف ابن ارقيه ولم تكن انت الخضر ولم تكن انت في الاخر عباد وليسوا انبياء. محمد عاصف بن بقيه ليس نبي ولا مرسل. لا ليس نبي ولا مرسل ولا نبي. عاصف ابن ارقيه ابن خالد سليمان لكن نبي ولا رسول. علم الكتاب علم من عند الله سبحانه وتعالى. علم الشرع. اما انت عندك علم النجوم الذي هو دكتور احمد علم النجوم دكتور احمد ومنازل الشيخ يسأل تمام والدكتور الفلكي يجيب. طيب دكتور احمد انت زعمت في اكثر من لقاء ليك انك التقيت ببعض المخلوقات الفضائيه ودار بينكما حديث مع انه من المعلوم من الدين بالضرورة أنه ليس هناك. طب لحظة واحدة بس أكمل بس. من الكتاب والسنة أن هناك مخلوقات ما تسمى مخلوقات فضائية. فأين التقيت بهذا المخلوق الفضائي؟ وصف لنا هيئته ولغته وكيف تحدثت معه وبما أخبرك. بس طب قبل ما ترد على السؤال يا دكتور أحمد تعالى نطلع للتقرير الأول نبص على التقرير اللي معانا وهيرد الدكتور أحمد شاهين العالم الفلكي على الشيخ محمد محرم بس بعد ما نشوف التقرير. يلا نشوف التقرير مع بعض. وثائق ومقطع فيديو تم تسريبه من الأرشيف السري للغاية في جهاز الاستخبارات السوفيتي السابق حدثا قد يشكل في حال إثباته وصحته صدمة علمية واجتماعية حول صحة الأسطورة القديمة التي تحكي عن وجود أشخاص من السماء حكموا مصر قبل آلاف السنين. ربما يظن من يسمع ويشاهد أن التقرير من باب المزاح والخيال، ولكن مقطع الفيديو المرافق والذي تم تصويره عام 61 و900 وألف يبين عناصر المخابرات السوفيتية وهم يدخلون مقبرة اكتشفها بدويان بالصدفة، حيث أبلغت المخابرات المصرية نظيرتها السوفيتية بأن ثمة أمر غريب ومختلف في الاكتشاف الحديث وقد يفيد بالأبحاث التي تجريها موسكو في إطار تطوير ترسانتها العسكرية استنادا لعلوم الفراعنة القدماء.
وتم العمل بسرية تامة بعيدا عن أعين المخابرات الأمريكية ضمن عملية أطلق عليها مشروع إيزيس، حيث تكشف الوثائق بأن فريق البحث تعرض لقوة غامضة هائلة وصفها بالعدوانية في محاولة على ما يبدو لطردهم من المكان الذي عثروا فيه على قطع أثرية من بينها 5 صناديق ومومياء وتابوت عتيق و8 عينات لرموز الكتابة الهيروغليفية. ولكن المفاجأة الغريبة تكمن في المومياء التي لا تشبه مثيلتها، ويزيد طولها عن 2 متر، وهو أعلى من متوسط طول الفراعنة آنذاك. كما أن المسح البيولوجي بين أن عمر المومياء يزيد عن 12,000 سنة، أي قبل عصر الأسر التي حكمت مصر. وبعد فك شفرة الكتابة الهيروغليفية على جدار المقبرة، كانت الصدمة بأن الكتابة تتحدث عن عودة ذوي الأجنحة من السماء، وهو ما خلدته الجداريات الفرعونية في كل أطوارها، حيث تحكي أسطورة فرعونية قديمة أن أسرة أحد الأرباب نزلت ذات يوم من السماء إلى أرض مصر، حيث نقل هؤلاء إلى المصريين العلوم والحكمة، وحين اكتملت مهمتهم عادوا أدراجهم إلى السماء باستثناء أحدهم، إنه أوزيريس الذي بقي بين المصريين لحماية وحفظ العلوم الغابرة. وزاد من حيرة العلماء السوفيت والمصريين المرض الغامض الذي تعرض له البدويان اللذان اكتشفا المقبرة ونقلا إلى المشفى قبل أن يفارقا الحياة، لتعلن الاستخبارات المصرية والسوفيتية رسميا بأن المقبرة التي تم العثور عليها تعود لمخلوق سماوي، وتم التعتيم الكامل على القصة إلى أن تسرب الفيديو وبعض الوثائق، ولعل ما خفي أعظم. ورجعنا من التقرير سريعا زي الساده المشاهدين ما شافت معانا التقرير. دكتور احمد، طبعا احنا طلعنا التقرير وشفناه كلنا والدكتور والشيخ محمد محرم شافوا معانا، ردك ايه على التقرير اللي احنا شفناه مع بعض؟ اولا بالنسبه للمخلوقات الفضائيه فانا اكدت على كده في اكثر من وسيله اعلام عالميه ومصريه وعربيه، حتى CNN وقناه المحور وقنوات كثيره وفضائيات وجوائد ووسائل اعلام، ان انا بالفعل قابلت احد اجناس الووتشرز او الانوناكي اللي هم مثل الانسان مجنحين في واحد سيوه، وابلغوني رساله ابلغتها العالم، وقلت نص الرساله دي وتم نشرها في وسائل الاعلام من اكثر من سنه تقريبا. بالنسبه ما هي الرساله؟ ما هو نص الرساله؟ نحن انهم اتونا نهايه، طيب براحه عليها، انهم اتونا نهايه الزمان الايام دي في اليوتيوب اتنشر بسيط ان بدات في حتى في غزه وفي نيوزيلندا وفي البرازيل في ناس مجنحين، في ناس قالت لك فوتوشوب ومش فوتوشوب، بس في ناس فعلا شافتهم ميه العين، وجات لي فيديوهات من السعوديه ومن الخليج، بدات حاجات غريبه تظهر الايام دي، هم دول اللي بداوا يخرجوا رسالتهم يعني ان هم اتون نهايه الزمان لمساعده الانسان ضد قوى الشر، لان انا قلت برضه من ضمن معرض هو تكمله قوى الشر اللي انا قلت ما تكمله كلامي، يعني سؤالك ناقص مش مخلوقات فضائيه. لا مش ناقص، انا لا ما بقولك مش مخلوقات فضائيه، انا برضه قلت برضه على وسائل الاعلام ان يوجد ان بعض زعماء العالم متحولون، هم علاقه من هم الاشرار. دي واحده اكمل كلامي مش عارف. الزواحف في حاجه اسمها الووتشرز او الكائنات الطيبه، وفي حاجات المقابله اللي هم اسمهم الزواحف المتلونون والمتحولون والداخلين في هيئه البشر. انا قلت زي كينيدي زي هيلاري كلينتون زي اوباما، وهيلاري كلينتون طلعت بعدها قالت لهم انا فعلا على روسيا توداي دول كائنات فضائيه. دي واحده انا زواحف متحوله لابسه كائن بشري عشان كده طقوس شرب الدم، وانا قلتها بالتفصيل. المهم ان دي قوه شر اللي هم المتحولون اللي متخفين في زي زعماء العالم اللي هم قوه الشر، اوباما وبوش يعني وكده. انت تقول ان اوباما وكلينتون الكويس قلتها متخفيين كان زواحف متحوله. ايوه بالظبط كده يا استاذ هاني. اكمل كلامي في امريكا اكمل كلامي ولا لا؟ اكمل كلامي ولا لا؟ ممكن لا استاذ احمد، لا قلتها على الفضائيات والسي ان والله العظيم لو قالوا ان في العباسيه اما الجزء الثاني قالوا اكتر من كده يا سيدي هذا عشان الساده المشاهد الناس اللي هتحصل ده بيقول اوباما وكلينتون كانت فضائيه بتاع سي ان واكدوا كلامي. طيب يعني حسين اوباما كان متجوز واحده الناس حسين اوباما لسه كان باشا مطلق. الناس اللي هتحكم الناس اللي هتحكم يا استاذ احمد احنا بنتكلم ناس لا
احنا الكلام اللي انا قابلته في واحد سيوه هو الجزء الثاني قوه الخيريه. بالنسبه للقران هو دلوقتي بيقول لك ليس معلوم بثبت المره. لا يا استاذ احمد انت ولا يعلم القران والسنه يا استاذ. قال الله تعالى كله من الكذب. اول كلام اكمل كلامي كائن فضائي. كمل بس السؤال اللي انت سيبنا اهو عشان نحترم انت طرحت له السؤال. هم اللي يحكموا مالكش دعوه انت. اتفضل يا دكتور احمد. انا قلت له كانت على سنين والناس حكمت وعرفت خلاص. واوباما عارف ان هو انت مش مطلع يا شيخ محمد ولا انا مش هو اللي سأل السؤال يا شيخ محمد. لاني اعرف ان اطلع على هذا يا شيخ محمد هو اللي سأل السؤال لازم نسمع. اكمل كلامي. النقطه الاخيره او بدا كلامه للمره العاشره متراكم في كلامه، كل كلامه عام ومتراكم. المره العاشره قال لك اول كلامه واثبت عشان ما يرجعش في كلامه. قال لك ليس معلوم من الدين ولا السنه اللي هو القران والسنه انه يبقى مخاطبه ضيقه. مفيش قال ايه انت بتقول ايه؟ قال ايه؟ انت قلت لم يكن معلومه من الدين اللي هو القران او السنه ان ايه؟ ان في ايه؟ عدم وجود ايه؟ ما تقول كائنات فضائيه. لا كائنات فضائيه او مخلوقات فضائيه. لا انت تقولني ما لم اقوله او تقول كائنات فضائيه كائنات فضائيه قال الله تعالى تمام. وانا هبين لك ايه هي الكائنات الفضائيه بعد ما نخلص. اللي هي ايه؟ عشان اكمل سؤالي. طيب. عشان انقذها. اولا الكائنات الفضائيه أيوة. اللي الاستاذ احمد بيقول عليها وبيتكلم عنها وانه التقى باحد الكائنات الفضائيه. ده احد لكن في حاجه ثانيه ايه هم بقى؟ ماشي. اللي التقى به اذا كان قد التقى وانا اشك في انه قد التقى وانما ربما خيل اليه او كان نائما بليل ولم يتغط. يعني في عجاله قبل ما نبدا لا الشيخ محمد لحظه الشيخ محمد ان هذه الشياطين لا دي واحده لسه ما قضيتش الشياطين لا انا هعلي صوتي وقت الحلقه هعلي صوتي لسه ما قضيتش. الكائنات هو دلوقتي يا شيخ محمد بس هو قال ليس معلوم من الدين والسنه وانكر مفيش كائنات فضائيه. اكمل كلامي انكر نص القران. قال اوباما مش كائن فضائي. قال الله تعالى ولا نزل خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. يعني معناها سماء وارض معناها ان في كائنات فضائيه. لا ثانيا القرآن حمال. القرآن حمال. لا دي واحده اديله فرصه من في آية تانية وما بث فيهما الأرض والسماوات وما بث فيهما من دابة. طب السماوات فيها دواب الملائكة يبقى فيها كائنات فضائية. الله تعالى هل في السماوات دبة؟ الملائكة دبة وكل السماوات الملائكة دبة ودبة بخرج عن الدين. اسمعني دي واحدة كلمة دبة كل شيء يدب وما بث فيهما من دابة. الملائكة السماوات دبة كل شيء مخلوق في الأرض كل شيء يدب السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. الله الذي خلق السماوات ومن الارض مثلهن. معناها ان الارض والسماء يا دكتور الارض والسماء الثانيه فين؟ الارض والسماء الثانيه انا عايز اوضح لك حاجه. انا عايز اوضح لك حاجه. شكرا لكم من برنامج احداث الساعه مع الاعلامي هاني الهواري ولقاء شيق وجميل بين الداعي الاسلامي الشيخ محمد محرم والدكتور احمد شاهين العالم الفلكي عضو الاتحاد الامريكي. شكرا لكم.